السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده يا ربي. مرحبا بكم عندي في قناه نورهان. اليوم جيت نشارك معكم لا سوب ديال البلبوله، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كنحتاجوا لهذا البلبوله تاع الصوبه ديال البلبوله. بالنسبه في الاول غادي نحتاجوا لهذا، كنحتاجوا النبطه وفليو. غادي نديرهم في واحد المرميطه، غادي نطبخهم بوحديتهم باش نمرق بهم الصوبه. بالنسبه للتوابل كنحتاجوا معلقه صغيره تاع الكمون، معلقه صغيره ديال واحد العطور ديال كيصلحوا هاد العطريه هذه. كتصلح غير بالنسبه فاش كتبغيو ديروا شي صوبه تاع بلبوله ولا الحريره، كيجيو فنين. ولا كتبغيو ديروا الشوربه يعني بالعطريه، كتجي عاوتاني حتى هي فيهم مزيانه. معلقه ديال الكمون، الخرقوم، الملحه، معلقه صغيره ديال السكربير، معلقه صغيره ديال التحميره. درت فيها انا حتى القرفه، كتعجبني النسمه تاع القرفه فيها. معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه تاع كنور غبره، نص معلقه صغيره ديال الابزار. كنحتاجوا القرافص والمعدنوس والقزبر. بصله انا مقطعهم بهذه الطريقه عشوائيه، غادي نطحنهم. غادي ندير انا بالنسبه طوماط سوليس فيها، ما غاديش ندير المطيشه طريه. هي البلبوله، بالنسبه للبلبوله على حسب الكميه. انا راه عندي واحد 2 كيسان كبار ديال كيسان تاع العنبه معامرين. المهم على حسب الافراد العائله تقدروا ديروا اكثر. بالنسبه للاوريغانو الزعتر حتى التالي وغادي نضيفو. كان عندكم الزعتر يعني طري، ديروه مع هذا النبطه وفليو حتى هو يطبخ وغادي تصفيو. المهم غادي تشوفوا الطريقه كي غادي نديرها. غادي نبداو هنا على بركه الله. غادي ندير، راه عندي هذا الشيء منقي، هذا العطريه هذه، هاد الاعشاب كتجي فنه. بالنسبه لهذا البرد هذا راه صحيه، بالنسبه اللي يكون فيه هاد النزله نتاع البرد راه فنه. راني هكذا درت فيه الماء وغادي نديرو يطبخ. عاد من يطبخ غادي باش نمرق به هاد الصوبه هذه. بحال هكا غادي نحط فيها هاد القزبر والكرافس، غادي نضيف لها هاد البصله. غادي ندير لها واحد شويه ديال الماء باش نطحنها مزيان. غادي نضيفوا هاد التوابل كامله هنايا. بالنسبه للاوريغانو التالي كتصيب لنا هاد الصوبه ديال البلبوله عاد كنضيفو. بالنسبه للطوماط سوليس غادي ندير ميم على ميم. انا درت غير عيني ميزاني. وغادي نضيف الزيت البلديه. وغادي نخليه حتى كيطبخ لنا هذاك الاعشاب اللي درت باش نمرق بهم عاد. وغادي نرجعوا. بالنسبه لهاد الاعشاب تقدروا ما تطبخوش، تقدروا ديروا غير شي فاطمه هذيك البيضه وغادي تحطوا فيها هاد الاعشاب وتحطوها. تقدروا تحطوها هنايا وتمرقوا بالماء عادي، ولكن انا كنفضلها بهذه الطريقه. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار، يعني في كلتا الحالتين كتجي زوينه. فاش تطبخ بحال هكذا غادي نخوي. فاش تطبخ بحال هكا كتجيبي نجيبو صفايه وكنصفيو بها هكذا. كنخليو هكذا هاد العطريه وهاد من مرقناها حتى كتطبخ مزيان وكيدخل كلشي ببعضياتو. عاد كنزيدو نضيفو البلبوله. فاش كتبنا بحال هكا كتطبخ كنبقى نضيف البلبوله شويه بشويه وانا كندور. كتبقاو تحركوا فيها باش ما تتكورش. صافي كتحل مزيان في الاخر، كتنقصوا البوط وكتخليوها طيب على خاطرها حتى
فيها. المهم غادي تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد لاصوب هادي نتاع البلبوله. هذا هو الشكل النهائي نتاع لاصوب اللي شاركت معاكم. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساوش الاشتراك في القناه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والى اللقاء.